بابا مش عايز اصوم. بابا مش عايز اصوم. ليه بقى يا شنودة مش عايز تصوم؟ ماله الصوم وحش؟ لا عشان مش عاوز اصوم. مم. انت عارف يا شنودة ان اول وصية للانسان على الارض كانت هي الصوم؟ فعلا ما تقوليش كده. انا بقول لك تقول لي ازاي يا بابا؟ اديني دليل، صح كده؟ مش انت عندك يقول لك اديني دليل؟ ايوه. طيب، اول وصية ربنا لادم قال له ايه؟ قال له من جميع اشجار الجنة او شجر الجنة تاكل اكلا او اكلا ما عدا معرفة الخير والشر، يوم ان تاكل منها موتا تموت. يبقى اول وصية اتذكرت للانسانية كلها في شخص ادم كانت هي الصوم. علشان كده ادم كانت اول خطيه انه كسر الصوم، انه مش قادر يصوم. يصوم ازاي؟ ما كان قال له كل من كل ما عدا دي. ما هو طب خلاص، لما كله موجود ده هو ما عدا، يبقى منع عني حاجات. علشان كده الصوم هو وصيه الهيه. اتنين، الصوم ربنا مش بيستفيد منه. في سفر الاشعياء يقول لنا كده: بكثرة شحومكم وسمناتكم تخمت يقول الرب. يعني انا هل هزيد وزني عشان انت بتاكل، او هيخس يعني سامحنا ربنا في اللفظ علشان احنا هنصوم؟ ربنا مش مستفيد. الصوم هو الصوم للشخص، للتهذيب النفس. يعني ايه تهذيب النفس؟ انا اتعودت اصوم فانا هصوم، نظرة تصوم، الفاظي تصوم، فكري ما يتجولش في اي حاجه، اقدر اضبط الصوم، دي كله ده صوم. علشان كده وصيه الصوم هي وصيه مقدسه. وصيه الصوم وصيه مقدسه جدا. واحنا ابونا في القداس يقول لنا: الصوم والصلاه هما اللذان عمل بهما الانبياء، الصوم والصلاه هما اللذان يخرجان الشياطين، الصوم والصلاه. حتى ان المعجزات الكبيره اللي عملها ربنا يسوع المسيح كانت وهو صايم. بعد ما صام 40 يوم جاء عدو الخير ليجربه. ارجع لانجيل متى، بعد على طول ما تاخد من 5 ل7 اللي هي الموعظه على الجبل، هتلاقي الكتاب المقدس يدي لك عن التجربه. الرب يسوع المسيح انتصر بعد الصوم. ودي رساله ليا وليك يا شنوده، ان بعد كل صوم انتصار. رغم ان كل صوم في الكتاب المقدس جاءت فيه تجارب، لكن بعد كل صوم كانت هناك انتصارات رائعه جدا. استير لما صامت علشان شعب ربنا كان هيباد على ايد الملك جوزها احشاويرش، فكان لابد من الصوم. الصوم انقذ الشعب. الصوم ينقذني انا في حياتي الشخصيه من ان انا اتذلل كده قدام الله، واقف كده قدام الله وبقول له: انا بحبك يا رب، انا مش عايز حاجه غيرك انت. فمن هذا الاكل انا بحرم نفسي من الاكلات المحببه عندي والشهوات، لانك انت صرت شهوتي العظمى، شهوتي الجميله الرائعه اللي انا ما اقدرش اعيش الا واكون ارضيك انت. علشان كده يا شنوده الصوم هو وصيه الهيه. والصوم ربنا يسوع المسيح كده جالها للاباء الرسل حين بعد ان يرفع عنهم ابن الانسان حينئذ يصومون. فالصيام هنا صوم مقدس، واحنا في صيام الميلاد بنصوم لاستلام شريعه. في صوم الأربعين المقدس نشابه ربنا يسوع المسيح لما صعد على الجبل وقبل التجارب وقبل المشاكل كان صائما علشان يديني قوه ان اقدر انتصر في نهايه المطاف. واتمنى كده يا شنو تكون فهمت رساله الصوم. عايز تصوم؟ حلو ما يقول لي لا.